تم الكشف رسمياً عن برنامج وموسم 2024-2025 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. القسم الأول بعدما سحبت قرعة الموسم الجديد، وفيما يلي برنامج ومباريات من الجولة 11 إلى الجولة 15 وموعد انطلاق الموسم الجديد. القسم الأول والثاني احترافي 2024-2025. ولكن قبل التفاصيل لا تنسوا ديروا جيم للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. هو 30 من غشت القادم برنامج الجولة 11. الرجاء الرياضي يستقبل الوداد الرياضي، نهضة بركان يستقبل حسنية أكادير، اتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني، الفتح الرباطي يستقبل المغرب الفاسي، أولمبيك آسفي يستقبل النادي المكناسي، الجيش الملكي يستقبل اتحاد توارقة، نهضة زمامرة يستقبل شباب السوالم الرياضي، وشباب المحمدية يستقبل الدفاع الحسني الجديدي. أما برنامج الجولة 12 الوداد الرياضي يستقبل أولمبيك آسفي، المغرب الفاسي يستقبل نهضة زمامرة، المغرب التطواني يستقبل الفتح الرباطي، اتحاد توارقة يستقبل اتحاد طنجة، حسنية أكادير يستقبل الرجاء الرياضي، النادي المكناسي يستقبل الشباب المحمدية، الدفاع الحسني الجديد يستقبل نهضة بركان، شباب السوالم الرياضي يستقبل الجيش الملكي. برنامج الجولة 13 الرجاء الرياضي يستقبل اتحاد توارقة، نهضة بركان يستقبل النادي المكناسي، اتحاد طنجة يستقبل الشباب المحمدية، الفتح الرباطي يستقبل الدفاع الحسني الجديدي، أولمبيك آسفي يستقبل حسنية أكادير، الجيش الملكي يستقبل الوداد الرياضي، نهضة زمامرة يستقبل المغرب التطواني، شباب السوالم الرياضي يستقبل المغرب الفاسي. الجولة 14 الوداد الرياضي يستقبل شباب السوالم الرياضي، المغرب الفاسي يستقبل أولمبيك آسفي، المغرب التطواني يستقبل الجيش الملكي، اتحاد توارقة يستقبل نهضة زمامرة، حسنية أكادير يستقبل الفتح الرباطي، النادي المكناسي يستقبل اتحاد طنجة، الدفاع الحسني الجديد يستقبل الرجاء الرياضي، شباب المحمدية يستقبل نهضة بركان. أما الجولة 15 الرجاء الرياضي يستقبل شباب المحمدية، نهضة بركان يستقبل المغرب الفاسي، اتحاد طنجة يستقبل الدفاع الحسني الجديدي، والفتح الرباطي يستقبل النادي المكناسي، أولمبيك آسف يستقبل اتحاد توارقة، والجيش الملكي يستقبل حسنية أكادير، نهضة زمامرة يستقبل الوداد الرياضي، وشباب السوالم الرياضي يستقبل المغرب التطواني.